وتراهم إذ ما يبين قبحهم فسيأخذوا دور البريء ويظهروا. لا تأخذوا دور البريء فإنما أفواهكم منها البذاءة تقطر. أنتم عديمي الديانة، أنتم يا من لا عندكم ذرة الدين. كيف يجعل لعنة الله عليكم واحدا واحدا؟ كيف يجعل كلامه فوق كلام السلف؟ هؤلاء مخانيث مدجنة مخانيث. أمدجن معطي العلوم وأهلها قدرا ويحسن ظنه أو يعذر. غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني قال: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سد. هذا هو المبتدع، هذا هو المبتدع. أما الإمام ابن حجر والإمام النووي فهما إمامان جليلان. فذروهم يا من تبعتم جهلهم واستغفروا فالله دوما يغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذه سلسلة مباركة بإذن الله عز وجل نتناول فيها الجزئيات التي طرحت في المناظرة بين الأخوين حسن الحسيني والأخ محمد ابن شمس الدين، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، سائلا من المولى جل وعلا التوفيق والسداد. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بأول جزئية حتى لا يطول بنا المقام. فدعونا نبدأ بجزئية: هل قال الذهبي أن النووي أشعري كما اعتمد عليها أخونا محمد ابن شمس الدين؟ دعونا نسمع المقطع الأول لابن شمس الدين قديما وهو يعتمد اعتمادا كليا في تغيير منهجه وتغير حاله في الطعن في أئمة الإسلام والمسلمين. فدعونا نسمع هذا المقطع ثم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى التحقق من قول الذهبي في النووي. صحح المعلومة يا شيخ، النووي ليس أشعري. طيب شكرا لك، لكن الذهبي يقول أن النووي أشعري، فأنا أخذ المعلومة من الذهبي ما أخذها منك. بارك الله فيك ووفقني وإياك، بل أخذها من النووي نفسه الذي كان يقول عن أئمة الأشعرية أئمتنا. أنا كنت ترى مثلك والله، قبل فترة كنت مثلك، كنت أظن فعلا النووي ليس أشعريا، لكن لما قرأت وجدت أن النووي أشعري، وأن الذين قالوا لنا أن النووي ليس بأشعري أخطأوا. إذن كما سمعت أيها الأخ الكريم، لن أتكلم عن كلامه في قوله أن النووي صرح أنه أشعري، سأجعلها في جزئية خاصة حتى لا يطول بنا المقال، لكنه قال لسائله أنه سيلتزم مذهب الذهبي أو يأخذ بقول الذهبي، وترى أنه كان مثلنا، ثم تغير حاله بعد أن قرأ كلام الذهبي أن النووي أشعري. المفروض أنه إذا ما بين لك أن هذا الكلام ليس للذهبي ينبغي أن ترجع عن منهجك لا عن قولك. فهل رجع أخونا ابن شمس الدين؟ وهل اعتذر حقا؟ لا، سيقلب علينا ظهر المجن لما يرجع إلى بيته وأتى بعجائب وغرائب. سأسمعك بعد قليل أيها الأخ الكريم. دعونا نسمع المقطع الموالي للشيخ حسن حسيني كيف عقب وبين بالأدلة والبراهين أن الكلام ليس للذهبي ولكن كان للسبكي، أحد غلاة الأشاعرة، يعني الذي كان يصف أهل الحديث بالمجسمة ويطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ويطعن حتى في الذهبي. لكنه بعد أن توفى الذهبي كان في شيء من الخير. السبكي نعاه في قصيدة معلومة مشهورة. على ذكر السبكي، الشيخ عبد الرحمن دمشقية لما أراد أن يدافع أو يعلق على المناظرة التي جرت بين حسن الحسيني وابن شمس الدين: وما كنت منصفا يا شيخ عبد الرحمن، سأرجع إليك أبشر. قال عني أنا، ترك التعليق على المناظرة وراح لأبي أويس المغربي وقال: أنت أشبهك بالسبكي. يا الله، أما شبهتني أو ألا شبهتني بالذهبي؟ طب السبكي أشعري وأنا سلفي، السبكي طعان في الأئمة ولا سيما شيخ الإسلام، وأنا من يعني مدرسة
شيخ الإسلام ابن تيمية. سأرجع إليك يا عبد الرحمن قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا بالمناسبة قد دعوته تلميذه أو صاحبه ابن شمس الدين للمناظرة أمامه، يعني القاضي والخصم والحكم وعبد الرحمن دمشقية، في النووي وفي هل الأشاعرة أو موقف أهل السنة أهل الحديث من الأشاعرة. حتى قال بعض من لا فهم عنده، قال من المتابعين والمناصرين لابن شمس الدين، قال إذا أنت تقر أن ابن شمس الدين قد هزم حسن الحسيني. سبحان الله، أفهامهم يعني، ولهذا لا يفهمون كلام عبيد ربي تبارك وتعالى، أن يفهموا كلام الأئمة. واحد دعا إلى مسألتين، مناظرة في النووي وموقف أهل الحديث من أهل السنة والجماعة، أو موقف أهل الحديث من الأشاعرة. وقلت هكذا نصا، هذا إرخاء للعنان، يبدو أنه ما فهم كلام الأصوليين، وأنه هذا من باب إفحام الخصم، أنه الخصم والحاكم بحضور شيخه حتى يتعاون معا، حتى يكون بعضهم لبعض ظهيرا، لأن الشيخ عبد الرحمن دمشقية قال عنده ملف في النووي، ويستعظم علي أني جعلت لصاحبه ملفا، وسأجعل لكما ملفا كما جعلتما للنووي ملفا. آسف مرة أخرى أني أخرج عن الجزئية التي أتينا من أجلها، ولم يعني أحظى لحد الساعة بجواب من عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن، وفي كلام ساقط له عن الإمام أبي حنيفة في كلمته. سأرجع إليك أبشر. دعونا نسمع كلام الأخ حسن الحسيني بالأدلة والوثائق لترى من المحق من المبطل في هذه الجزئية. وقال الذهبي: والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك يبدع من خالفه. يقول النووي الذهبي قال عنه أشعري، وإيش أشعري معروف بذلك. طيب أنا لما قرأت الجملة في تاريخ الإسلام مو متراكبة. يقول: وكان مذهبه في الصفات السكوت وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح مسلم يدافع عنه، والنووي رجل أشعري. ايش هالكلام يا جماعة الآن؟ يا سبحان الله، والله العقلاء لا تحتاج إلى بحث ولا إلى علم ولا إلى مخطوطات، واضحة وضوح الشمس. ولهذا قررتها قديما وأنا أرد عليه أن الكلام ليس للذهبي. حتى أخونا جزاه الله خيرا أبو عمر الباحث خرج بمقطع ليعلق لأول مرة، وبالمناسبة والله قديما كنت سأرد عليه، لكن الذي منعني من ذلك أن لما رددت على أحد إخواننا وأنه سكت عن أخيه ابن شمس الدين، رأيت أنه قد وقعت بيننا وبينه فجوة، وخشيت أن يقع ما وقع معه مع أخ أبو عمر الباحث، لأنه في ذات اليوم الذي رد فيه هذا ابن شمس الدين على النووي كان أخونا أبو عمر الباحث يرد على يسري جبر، يسر الله له الهداية ولا جبر الله خاطره، أحد الغلاة الأشاعرة، كان يرد أخونا أبو عمر على يسري جبر في شيخ الإسلام ابن تيمية. فقلت في نفسي: سبحان الله، أرأيت هذا في كلامه في ابن تيمية دافعت عن ابن تيمية بحق وسكت عن النووي؟ يعني فأخفيتها في نفسي ولم أبدها، والحمد لله رب العالمين أني سكت، إلى أن تكلم أخونا أبو عمر الباحث بكلام طيب، يعني ربما أسمعك بعضه. حياكم الله جميعا واهلا وسهلا بكم مع حلقه اعلق فيها باختصار شديد على حوار الدكتور حسن الحسيني والاخ محمد شمس الدين. طبعا يا جماعه خلوني ابدا الموضوع بسؤال جاءني ربما عشرات المرات: لماذا لم اتكلم عن الفتنه او فتنه الطعن في العلماء التي وقعت بسبب كلام الاخ محمد شمس الدين سابقا، ولماذا لم ارد عليه حتى الان؟ انا يا اخوه فتحت قناتي لقمع اعداء الاسلام الصريحين او المنافقين الخبثاء، يعني الذين يريدون استئصال شأفة الاسلام من جذوره
وأنا من عادتي ألا أرد على شخص إلا إذا وقر في قلبي أنه عدو لله ورسوله أو عدو لمنهج أهل السنة والجماعة. وطبعا لأن الوقت ضيق فأقول دائما أن الرد على أعداء الإسلام وأعداء منهج أهل السنة والجماعة أولى بالوقت. وأنا عندي قاعدة أسير عليها بخصوص هذا الموضوع، وهي أن من أراد الحق فأخطأه ليس كمن أراد الباطل فأصابه. وظني في الأخ محمد أنه ممن أراد الحق فأخطأه، وكذلك أرى أن غيري قد رد عليه وأفاض واستفاض في هذا الموضوع. ورأيت أنه يكفي لطالب الحق حلقة أخينا الشيخ أحمد السيد عن جرثومة التطرف والغلو. هذه الحلقة حلقة شافية وكافية ومختصرة لمن أراد الحق. فلما علمت أن هناك مناظرة بين الدكتور الحسيني والأخ محمد توقعت ما سيحدث. طبعا الكلام عن المقدمة سيطول، فخلونا نعلق سريعا على أهم النقاط التي أعجبتني في هذا الحوار. من أهم الأمور التي أعجبتني أن الدكتور الحسيني لخص المشكلة التي وقع فيها الأخ محمد كلها في كلمتين. قال له: أنا لا أختلف معك في كلام السلف، بل أختلف معك في فهم كلام السلف وتنزيل هذا الكلام على الإمام النووي. نحن بالفعل نتبع منهج السلف الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم، لكن هل كلام السلف يتنزل على النووي؟ طيب لماذا لم ينزله العلماء الذين عاصروا النووي على النووي؟ ولماذا لم ينزله العلماء الذين عاشوا بعد النووي على النووي؟ إذن هناك فصل بين الكلام وبين فهم الكلام وتنزيله. بل هؤلاء العلماء أنفسهم تكلموا في النووي بالمدح والثناء. يعني على سبيل المثال خلونا نضرب مثال بالإمام الذهبي، لأن الأخ محمد استدل بكلامه في الحوار. لو أنت عايز تذكر كلام عام للذهبي عشان تطعن بهذا الكلام في الإمام النووي، طيب ما هو الكلام العام ده لم ينزله الذهبي على النووي نفسه، بل الذهبي قال عكس هذا الكلام على النووي. على سبيل المثال يعني الإمام الذهبي بيقول عن النووي إيه؟ مفتي الأمة شيخ الإسلام محي الدين. هذا هو كلام الذهبي الخاص في النووي. يا جماعة هل المبتدع يقال عنه شيخ الإسلام؟ فكيف تأتي بكلام عام للذهبي مثلا ثم تنزله على النووي؟ بينما صاحب الكلام نفسه لم يرى أن هذا الكلام. نسيت يا شيخ، ما أتممت العبارة. الإمام السيد، وهذه قل ما يقولها الذهبي رحمه الله. أتمم أخانا الكريم. لم ينطبق على النووي. طوال الحوار انتظرت أن يأتي الأخ محمد بعالم قال إن النووي مبتدع ولم يفعل. طيب إذا لماذا هذه الفكرة؟ لم يفعل لأنه لم يجد، وأنا تحديت أن يخرج واحدا من العلماء معه واحد، أخرجت له 100، فإذا خرج 2 وسيخرج لك، وسأرجع إلى هؤلاء الذين أخرجوهم. لا إله إلا الله. طيلة الفترة السابقة منذ 2 تقريبا، ونار الفتنة مستعرة بين المسلمين، وكلما فكرت أن أدخل فيها أقول أعداء الإسلام أولى بالرد، أعداء السنة أولى بالرد، وفي النهاية حوار علمي ولا تأتي فيه بعالم واحد ينص على أن النووي مبتدع. تمام، النووي أخطأ، سلمنا بهذا، ونحن أصلا نقول هذا الكلام، ولكن العلماء نبهوا على هذه الأخطاء. فكان ماذا؟ حتى الذهبي لم يقل تأول قليلا فقط في شرح مسلم، بل سبقها بكلمة ربما، حتى ينبه على أن هذه التأويلات قليلة جدا 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 في وسط عقيدة النووي. ثم أتى كلام السبكي قال: والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك، يبدع من خالفه ويبالغ في التغليظ عليه. كلام متضارب. كيف يقول الذهبي ربما تأول قليلا في شرح مسلم ثم يقول بعدها إنه رجل أشعري العقيدة معروف بذلك؟ الكلام غير مستقيم. كلمة أشعري يعني متشرب ومتشبع بالفكر الأشعري، ومثل هذا لا يقال عنه إنه ربما تأول قليلا. يعني إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكلام الذي سمعته واضح. أما ابن شمس الدين لما رجع إلى بيته وانتهت المناظرة راح رد على الأخ المذكور، وسأسمعكم بعض مقال ترى قلة والله عقله. عجيب والله، عجيب غريب. أبشر، دعونا نرجع إلى الشيخ الحسيني وكلامه إن شاء الله تبارك وتعالى قبل أن نرجع إلى ما قال وعقب ابن شمس الدين على الأخ أبو عمر أو أبي عمر. وفي من السنة وكذا كذا، ونحن مع الذهبي يا السبكي قال لا أشعري وكذا وكذا، ويتغلب على أهل السنة. فأنت بدل ما توقف معنا مع أهل السنة السلفية وقفت مع الأشعري، هنيئا لك. وشوف مخطوطة الأخرى، هذه مخطوطة، هذه مما أعجبتني صراحة، يعني ضربة قاضية بكل ما تحمل كلمة معنى. أراد غير منهجه، وكان ممكن أن يتكئ على الذهبي. يعني الآن واحد غير منهجه وكان سلفه الذهبي، جميل. لكن المصيبة أن الذي كان سلفه في الحقيقة هو الأشعري، أحد غلاة الأشاعرة السبكي. تخيل، هل سيرجع ويتوب ويؤوب ويرجع إلى ما كان عليه ويكفي الناس والشباب هذه الفتنة التي أحدثها؟ ستسمع جوابه بعد قليل.
شوف نفس الموضع مخطوطة أخرى، اقرأوها يا جماعة. هذا كلام موجود هنا. شوف قال ولم يرضى التاج السبكي من المؤلف. شوف هذه الترجمة وكتب عليها حاشية. حتى في ناسخ آخر عرف أن هناك دس، مو دس، حشى السبكي كلام ضد النووي على الذهبي، فكشف هذا الأمر. ويأتي اليوم محمد شمس الدين ويأخذ هذا الكلام، وهذا خطأ. هذا خطأ من الشيخ في تحقيق إحدى النسخ أتت هذه زيادة. تحقق منها. طيب أنت مو باحث، أنت لا تحكم على النووي بأنه مبتدع، لا تتحقق من النصوص، صر مثلي أرجع للمخطوطات. نعم يكفي هذا. إذا كنت أريد أن أصير مثلك وأحوي كل المخطوطات وأقرأ كل كتب المخطوطات، فعند ذلك كل المشايخ الذين أنت تزعم أنهم شهود وكذا كلهم على باطل، لأنهم كلهم لا عندهم وقت ليرجعوا إلى مخطوط كل مسألة مذكورة. ثم بالله عليك، أفي عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ لما حشر في الزاوية بدل أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى شو راح يشغب؟ قال لك العلماء هؤلاء الذين تعتقد أنهم شهود، يعني يقصد ابن عثيمين والعلماء هؤلاء، يعني هل ينبغي أن يرجعوا جميع المخطوطات؟ ثم بين له أنه أنت تتهم رجلا بكلام ما قاله أو تريد أن تنسفه وتجعله ويعني نسبت إليه أنه من غلاة أهل البدع. حتى والله سيسأله أخونا مصطفى الشرقاوي صاحب قناة شؤون إسلامية، هل تقول أن النووي جهمي؟ والله ما أجا. قال لا أحب أن يعني أمتحن به، يعني خلاص أشعري سأرجع إليه فيما بعد، لكن خلي أشعري مو جهمي. قال لك أنا لا أحب أن أمتحن فيه، ما قال لا نفع عنه أنه جهمي. تنبيه، هناك فرق بين الصفة والموصوف. ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ما نفى عنه كونه جهمي. قال أنا لا أحب أن أمتحن به. وعندما سئل عن إسلامه وكفره النووي قال أنا هو تابع الأشاعرة، فإن كانوا كفار كان كافرا، وثم ينظر هل هو جاهل هل هو مش فاهم وهكذا. قد سمعناكم من قبل ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. دعونا نرى تشغيبه بدل أن يرجع ويقر أن الكلام للسبكي للذهبي. انظر كيف صار يشغيب. عليك أن تقول إن محقق الكتاب كذب صراحة. شوف يعني في عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ تقول أن المحقق كذب، المحقق أخطأ. ما يقال كذب يا محمد، اختر عباراتك. تقول مو شرط كل كتاب أرجع للمخطوطة يا عيني، وللبحث العلمي. أنت أصلا أنت كتابك عن النووي تتأكد من كل معلومة. أنا لازم أرجع؟ أنا والله العظيم قرأت الجملة، شفته مو مستقيم. هو يدافع عن النووي ثم يقول هو أشعري ومتعصب ويتغلظ على أصحاب أخوله. رحت المخطوطة والله العظيم ما أدري، رجعت للمخطوطة وشفت شنو الإشكالية. غفر الله لك يا حسين، أنت المخطئ صراحة. تدري لما يا أخ حسين؟ واحد ما عنده كتاب صحيح مسلم أصلا ورقيا، ما عنده الكتاب، وقد حاصر وقال عندك قرأت الكتاب، عندك الكتاب؟ قال ما عندي PDF. وثم أظهر المسكنة، وأنا والله ما عندي الكتاب وما عندي مال أشتري به الكتاب، ويا ريت تهدوا لي ورقيا. لا إله إلا الله. وقال في ذات الكلمة أنه اشترى كتابين. أنا اشتريت كتاب النووي حتى على الأقل من باب الأمانة حتى ترد عليه، تنظر كلامه ثم لا ينظر إليه PDF. فأنت المخطئ يا شيخ حسين، تطالبه بأن يرجع إلى المخطوطة في الذهبي، ولا تطالبه أن يكون له كتاب، وما عنده مسكين الكتاب حتى يرجع إلى المخطوطة التي يقول فيها الذهبي أن النووي أشعري. فغفر الله لك يا حسين، أنت مع من تتحدث؟ وبعدين الآن تقول مو لازم ترجع. الآن عرفت وأريتك خط الذهبي، لماذا لا تعتذر؟ صعب عليك اعتذر. الاعتذار فضيلة. بالنسبة للمخطوطات، هل كل كتاب تقرأه أو تنقل منه ترجع إلى المخطوطات أم لا؟ هذا سؤال رابع. المخطوطات لابد من أن يعني يجيبني عليه. ثم تقول المخطوطة، طيب
هل لكل مخطوطه اذا كان في اتهام للشخص ارجع المخطوطه؟ ليش لا؟ انا اصلا الكتب التي اولفها من المخطوطه كتاب حديث ارجع للمخطوطه هذه. اذا في تهمه على شخص ارجع للمخطوطه. كما قلت السياق كان غير منسجم، ثم انتهى الموضوع. قلت انت ما دريت، ما رجع. السؤال الان ليس انك لم ترجع للمخطوطه، سؤال اخر، لماذا الان وقد اريتك خط الذهبي لماذا الان لا تعتذر؟ هذه النقطه، لماذا لا تعتذر وقد رايت خط النووي والذهبي وقلت الزياده هذه للسبكي واعطيتكم الشاهد، لا تعتذر. هذه النقطه مو على المخطوطه، انسى الموضوع مخطوطه. كنت ما تدري لماذا لا تعتذر الان؟ تقول لي الذهبي، أنا أقول لك إذا العبارة ليست للذهبي أنا أعتذر. هكذا ينبغي أن تعتذر عن منهجك وما أسأت إليه النووي، باعتبار أنك غيرت منهجك بناء على كلام الذهبي. قلت أخذت المعلومة من الذهبي، ما أخذها منك. طبعا تريدنا الآن أن نثق بك، نأخذ الآن معلومة منك ما من الذهبي. صارت المعلومة للسبكي، يا ليتها كانت للذهبي. لربما هان الأمر وما هو بهين. الآن سأسمعكم يعني كلام دار بين محمد بن شمس الدين ومصطفى الشرقاوي صاحب قناة شؤون إسلامية، وكان صاحبه سبحان الله الحمد لله كثير من إخواننا رجعوا ولله الحمد، وكنت من الأولين يعني من الناس الذين تنبهوا ولله الحمد إلى فتنته، حتى غضب الشيخ وقد ذكرته في الحلقة الماضية عبد الرحمن دمشقية كيف اتهمني وأنني فرغت كل وقتي، حتى قال لو ذهبت إلى الحمام لو جاز لك الحمام. الحمد لله. إلا ممن لا زال يعني يرجو فيه الخير أن يرجع. عسى الله تبارك وتعالى أن يهديه ولا يكون معاندا. دعوني أسمع المقطع أنت قلت الذهبي يقول عن النووي ربما تأول قليلا. صحيح. هذا دليل أنه الذهبي ما كان يعرف تأويلات النووي وبالتالي مدحه. نعم، يعني الذهبي لا يعلم وأنت تعلم. ايه ما يعلم الغيب الذهبي، ما يعلم الغيب. وابن عثيمين على تأويلات النووي. اسمع يا شيخ محمد، الذهبي لا يعلم. أبشر بضربات قاصمات بعد لحظات، فأبشر اسمع فقط وانتبه. الآن أخونا يقول له الذهبي ما قالها، قال هو قال تأول قليلا، والتأويل حسب هو اعتقادي أن التأويل في كلامه كثير جميل. وإيش قال ثاني؟ قال فهو ما كان يعلم. فوين شيخ الإسلام الذهبي المحقق المدقق صاحب الكتب في الرجال سأرجع إليها بعد لحظات. ومن قبل كنت تقول أنا أرجع إلى الذهبي ما أرجع إليك، أنت تعتقد أن الذهبي إمام محقق، كنت ما ارتضيت كلام الأخ وقلت لابد أن أرجع إلى كلام الذهبي. الآن ما عدت ترجع إلى كلام الذهبي، ما يعلم الغيب الذهبي. أين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنبه لا يعلم. وابن كثير لا يعلم، ابن كثير لا يعلم، وابن عثيمين لا يعلم، وابن باز لا يعلم، والألباني، كل هؤلاء لا يعلمون. نعم. الذهبي فقط الآن. نعم، الذهبي لم يقل كان أشعريا يخالف من أو يبدع من خالفه، هذا لم يقله الذهبي. هذه نقطة الحوار، ما تدخلني في قصص ثانية. ولكن الذهبي ما كان يعلم بحسب ما نقلت أنت عنه، ما كان يعلم أنه يؤول كثيرا. هو قال ربما تأول قليلا. هو ربما تأول قليلا. هذا الكلام. أنا فقط الجزئية الأخيرة عندما سيسأله هل تقول أنه أجمل؟ يهرب. النووي جهمي أم لا؟ أنت قرأت وفهمت ودرست علم الإمام النووي بالكامل. أنا لا أتبع زلات ولا أفعل، أنا أخذ منه المفيد فقط. النووي جهمي أم لا؟ كيف تعرف المفيد من غير المفيد؟ لا أنا أخذ فقط المفيد. أنا ما قرأت الكتب العميقة، أنا قرأت رياض الصالحين وبعض وبعض الرسائل القصيرة والأذكار وغيرها. سؤالي لك، النووي جهمي أم لا؟ جهمي أم لا؟ أنا لا أعرف شيء. النووي جهمي أم لا؟ رد على السؤال. أنت ما تعرف.
لم يدل. ما تعرف بالله عليكم يا تمتحن جماعة. الناس في النووي، أنت بالله تجهل عليكم. عقيدته هل رأيتم؟ وتمتحنوني به. هل رأيتم هذا؟ تمتحنوني به. والله هذا الكلام هذه شوف فضيحة. الامتحان. هذه فضيحة. تخيل سيسأله سؤال مباشر: هل الرجل جهمي ولا غير جهمي؟ أشعري ماشي، سنرجع إليه فيما بعد، لكن لا تبرئه من الجهمية. خلينا نشوف الآن تعليقات لما راح إلى بيته وفكر وقدر فقتل كيف قدر. سأسمعك ماذا قال الأخ المذكور ثم أعقب عليه بما يفتح الله، فتنبه أيها الأخ المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الكريم أبو عمر الباحث جزاه الله خيرا نبه إلى مسألة مهمة سنستفيد من كلامه. لماذا الذهبي مدح النووي؟ هل مدحه بعد معرفة عقيدته؟ انتبه، هو يسخر منه لأنه سينفي كلامه، فتنبه. وهذا أسلوبه يعني في الأئمة، بلاش أبي عمر الباحث، في أئمة سخر منهم واستهزأ منهم، وقد أسمعتكم كثيرا من سخريته واستهزاء. والرجل والله الذي لا إله إلا هو إنه لمتعالي، وقد أظهرت لكم كثيرا لدرجة تخيل مرة، وقد سمعتكم من قبل ماذا سئل عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ما هي؟ قال لك هم المسلمون. ونبهه الأخ السائل مرة ثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال لك هم المسلمون، هذا هو حظه من العلم. يقول لك لا الشيخ عبد الرحمن الدمشقي قد فاقني في العلم. أنت جاهل، كيف فاقك أنت في العلم؟ كيف أراد أن يدلس؟ قال لك والله ما أقول وصل إلى علم الشيخ بن باز والشيخ بن فوزان. علينا تعمل. سأرجع إليك وبالحق مهما سببتني وشتمتني فسأرجع إليك. والله أنتم غلاة أهل الحديث. على فكرة سأرجع إليك أبشر عن غلاة أهل الحديث. وماذا فعلتم بعلماء المسلمين وأئمتهم؟ من قتل الإمام النسائي؟ من قتل الإمام البخاري؟ من أساء إلى ابن رجب حنبلي سيستدل بأخونا الكريم بعد قليل. خلينا نسمع. آسف، أرجع أحيانا يأخذك قبل ذلك نسمع إلى كلامه مثل الاستدلال بكلام الذهبي. سمعتم كلامه، خلينا نشوف تعقيبه. إن التأويلات في كتب مسلم قليلة جدا جدا جدا. واقع الأمر أنها ليست قليلة ولا جدا ولا جدا. واقع الأمر أنه أول كل حديث في الصفات مر معه في الكتاب. طيب سنرجع إلى التأويل في كلام الإمام النووي في الصفات في حلقة خاصة حتى لا يطول بنا المقام، لكن انتبه إلى استدلاله أيها الأخ الكريم. الآن هو سيستدل أن التأويل هذا هو حكمه، هو أن التأويل فيه كثير. أما كلام الذهبي أنه ربما تأول قليلا في الصفات. خلينا نسمع تعليلهم. هذا الذهبي قال هذا، هل الذهبي يكذب؟ حاشاه. لماذا قال هذا؟ هذه التي يجب أن ينتبه إليها الإنسان. سأسمع باقي الكلام. انتبه، الآن سينبئك هذه التي يجب على الإنسان أن يتنبه لها. لماذا قال الذهبي هذا الكلام؟ فتنبه. النووي إنه أشعري. في هامش الأصل أن السبكي لم يرضى عن الذهبي بهذه الترجمة وكتب حاشية هنا، يعني الكلام الذي استدل به الأخ محمد ليس من كلام الذهبي بل هو من كلام السبكي. جيد. فإذا الذهبي ما قال عن النووي إنه أشعري ومدح النووي، فهل مدحه بعد معرفته أنه أشعري أم مدحه لأنه يظن أنه تأول تأويلات قليلة جدا جدا جدا؟ ربما تأول وليس تأول تأويلات كثيرة وليس أشعري. فهنا ننتبه إذا صح ما يقولون من أن هذا كلام السبكي التعليق اللي عليه. لا زال يشكك إذا صح، ما اعتذر، هو اعتذر ثم قال لك إذا صح، يعني لا زال يشكك حتى في المخطوطات. معليش يا شيخ، ما في مشكلة، ما في أي مشكلة. يكون الذهبي ما مدح النووي بعد معرفته أن النووي أشعري، إنما مدحه لأنه ظن أن تأويلاته قليلة جدا جدا جدا. أما واقع الأمر أنه أول كل صفة مرت معه، ولا يستطيعون أن يأتوا بصفة واحدة لله
الوجه، اليدين، الساق، الغضب. على كل حال سأرجع إليها في حلقة خاصة عن تأويلات النووي رحمه الله حتى لا يطول بنا المقام، لكنه قال لك أنه الذهبي ظن أن النووي ليس بأشعري، ما قرأ المسكين للنووي فظن أنه ليس بأشعري. تخيل واحد كالذهبي يحكم على الرجال، هذه شهادات سيلقاها الذهبي ويلقاها هو وألقاها أنا ويلقاها عبد الرحمن دمشقي أمام الله عز وجل يوم القيامة. يقول لك ما قالك تأول قليلا، لو قال تأول قليلا يعني أن الكلام قليل، لكن ربما تأول قليلا ويحتاط في القلة مو الكثرة، لأنه لو قالك تأول قليلا لكان كلامه يعني أنه يعرف مواضع المسائل التي تأول فيها، فقال لك ربما تأول قليلا احتياطا، احتاط لنفسه، احتاط الذهبي لنفسه. فتنبه. العلة الأخرى اسمعها بعد قليل ماذا يقول، فقال لك النووي يقول بالظن مسكين هذا ما قرأ، وطبعا الإمام المحقق المدقق هذه يعني أخذ هكذا. الذهبي الناس يقولون له أو يقولون فيه اسم على مسمى، كلامه ذهبي مو نحاسي. مهم ما علينا، خلينا نروح التحليل الثاني. أولا إذن الذهبي لما مدحه ما كان مطلعا على هذا، وإلا لكان كلامه إن تأويلات النووي قليلة جدا جدا جدا، لكان هذا الكلام كاذبا. والذهبي شوف الآن ما يستحي أن يرمي هذا الإمام، شوف رمى المحقق أو رمانا نحن أننا نرمي المحقق بالكذب، الآن سيرمي الذهبي بتهمة الكذب أنه عرف ثم أخفى، ثم قال وحاشا طبعا أن نصف الذهبي بالكذب، أنت وصفت أئمة كبار بالتجهم مش بالكذب، يا ليتك رميتهم بالكذب، لأن الكذب كيفما كان حال فسق، أما الرمي بالبدعة فأعظم وأشد، يعني أكبر من أن ينسب له الكذب. فبالتالي ما مدحه بعد معرفته أشعريته، وبهذا يتبين لك لماذا مدحه هذا المدح. طبعا بالنسبة لموضوع التناقض هل يمكن أن إذن أول مسألة نبأنك مدحه لجهله، جاهل حقيقته فمدحه بناء على ما عرفه. لماذا مدحه إذن؟ ما تدري، لعله كانت له صورة أخرى عن النووي فمدحه مجاملة ولا مداهنة لا أدري أنا. الرجل الذهبي سلفي مو أشعري حتى يداهنه كما داهنه السوكي. في كلام الذهبي مدح ثم ذم لنفس الشخص. سأريكم بعض المواضع. اسمع المواضع الثانية. أبو أيوب سليمان بن داود العالم الحافظ البارع، ثم بعد قليل يقول عنه أحد الهلكة، فعادي أن يقول. كما سمعت أيها المبارك، الآن سيذهب إلى مغالطة أخرى. قال لك لا، الذهبي قد يفعل أحيانا، يأتي برجل يقول الحافظ كذا الحافظ كذا، ثم بعد أحد الهلكة. ما قال في النووي أحد الهلكة، قال الإمام وشيخ الإسلام السيد وأثنى عليه، والكلام الذي سقته ليس له أنه إمام أشعري، فأنه ربما تأول قليل، هذا يمدحه ولا يذمه، هذا يمدحه ولا يذمه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة أنهم يعتذرون للأئمة، وما من إمام إلا وله زلة وزلتين وزلات وبقي إماما. سأرجع إليك إن شاء الله تبارك في حلقة خاصة عن الأئمة الذين زلوا وكيف حاول الفرار من هذه المسألة. الذهبي رحمه الله في كتابه السير يذكر الحسنات والسيئات، يسير على مبدأ الموازنات، يذكر الحسنات ويذكر السيئات. أما في كتابه الميزان فلا يذكر إلا حكمه على الراوي أو على الذي ترجم له، لا يذكر حسناته ولا سيئاته، يذكر كما هل هو ثقة ضابط يهم، يذكر الحكم كما يفعل الإمام حافظ ابن حجر. بلاش الإمام حتى لا يغضب إخواننا. ويقول أحد الأشعرية أو كان أشعريا متحرقا. هذا أسلوب عند الذهبي معروف لمن كان يقرأ في سيره لا يستغربه، ومن تأمل ترجمات الذهبي للروافض عدد منهم يعني والمعتزلة والأشعرية لوجد من هذا الكثير. فهو يذكر صفات المدح التي في أول الترجمة، ثم يذكر
الذنب، لكن هنا وين الذنب؟ وين الذنب يا رجل؟ الرجل يقول لك وربما تأول قليلا، والكلام الذي بعده ليس للذهبي. وما قال أحد الهلكة، قال أحد الأشاعرة. وفي أشاعرة قال شيخ الإسلام من أفاضل الأشاعرة، هكذا نصا. ولهذا دعوت عبد الرحمن دمشقي للمناظرة. ليش؟ لأني أعرف كيف يعني أرد عليه دعواه. علاقة كانت طيبة بين أهل الحديث والأشاعرة، لا الغلاة من الطائفتين. أبشر إن شاء الله تبارك وتعالى عن موقف أهل الحديث من الأشاعرة، وموقف أهل الحديث من غلاة أهل الحديث، وموقف الأشاعرة من غلاة الأشاعرة. فخلينا نسمع الشبهة الأخيرة لهم. بالنسبة للنووي يبدو أنه ما علم. طيب لماذا لم يعلم أن النووي متأول كثيرا، تأول كل الصفات التي انتبه. سببه قال لك الآن النووي ما علم. ولماذا لم يعلم النووي؟ اسمع العلة. سببين: إما أنه لم يقرأ كتاب. بالنسبة للنووي يبدو أنه ما علم. طيب لماذا لم يعلم أن النووي متأول كثيرا، تأول كل الصفات التي مرت معه؟ سببه من سببين: إما أنه لم يقرأ كتابه في شرح صحيح مسلم، فهو ليس محتاجا إليه، خزينته العلمية تغنيه عن شرح النووي وشرح غيره. دي العلة الأولى، أن الذهبي ما عنده كتاب شرح صحيح مسلم، وخزينته العلمية يعني تغنيه عن هذا الكتاب. وكذلك أخونا تغنيه الخزانة العلمية التي عنده عن كتب النووي. من الجميل يعني الذي يحسب الأخ حسن الحزيني أنه أتى في أول مقطع بكتب النووي حتى امتلأت يعني الصورة. وإن كنت أعاتبه صراحة أنه ما أشفى الغليل، كان عليك أن تأتي بشروح الأئمة والعلماء والمعاصرين. لربما يا شيخ حسن ما استطعت أن تخرج من المكتبة، ولربما خرجت من النافذة. طب اسمع التعليل الأول. قال لك ماذا قلت يا محمد؟ إيش التعليل الأول؟ قال لك ما عنده كتاب النووي، طبعا ما حاجة إليه، ما عنده كتاب النووي. وربما جاهل، لأنه لا يعلم، جاهل بحقيقة النووي. النووي قريب منه يعني في العصر، لدرجة أن تلميذه ابن العطار، وهو قد لازمه 6 سنوات وأدركه في آخر حياته، هو أخو من الرضاعة للذهبي. أنا فقط أريد اليوم واحد يفهم، ما أريد علم، أريد واحد فاهم. تخيل أنا هو ابن العطار، شيخي من؟ النووي، الذي أوصف أنا بمختصر النووي. ابن عطار السلفي الذي يعتبر مختصر النووي. النووي مات وأنا درست عليه 6 سنوات، وأعطاني كتبه لأصححها له ثقة بي، يعني صرت مختصره وخدمته. وأخي من الرضاعة الذهبي، وقد ترجمت ترجمة في كتاب للنووي تحفة الطالبين فيما أذكر، في ترجمة الإمام محي الدين النووي، وذكرت كتبه وكان من جملتها شرحه المنهاج لصحيح مسلم. احنا عندي المنهاج، وأخي في الرضاعة ما يعرف كتب النووي، والأخ أخي من الرضاعة يحقق كلام النووي، وما رجع إلي أنا، وما رجع إلى كتبي أو كتاب شيخي وإمامي النووي. بالله عليكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يهبنا العقول قبل القلوب، أو القلوب قبل العقول. طب اسمع الشبهة الثانية. ذهب بدل أن يخرج ويعتذر، لا، صار يقلب لك كيف يخرج من المسألة. اسمع بقية كلامه. أو أنه قرأه في نسخة معدلة منه كما ذكر السبكي. هنا ذكر السبكي في طبقات الشافعية الكبرى المجلد 2 صفحة 19 قال: وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ محي الدين النووي، وحدث من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعري العقيدة، فلم تحمل قوى هذا الكاتب
أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه. فإذا هناك نسخ كانت تدور بين المجسمة الذين يسميهم السبكي مجسمة، يعني أهل السنة اللي هم يعني ربعنا ذهبي وجماعته، فكان عندهم نسخ أو نسخة هي تتداول عندهم لشرح النووي على صحيح مسلم ليس فيها هذه التحريفات، غيرها الكاتب، وهذا لا يجوز طبعا، ولكن قد تكون هذه التي قرأها الذهبي فظن أن النووي يؤول قليلا جدا جدا جدا، ولهذا مدحه ذلك المدح. فلما وجدنا النسخة التي لا يعرفها الذهبي التي فيها التأويل كثير جدا جدا جدا، ما يجب علينا أن نتابع ذلك الكلام المبني على شيء منقوص، إلا إذا كانوا يتهمون الذهبي بالكذب أنه يعني رأى تأويلات كثيرة جدا فعدها قليلة جدا. هذا ما أتوقع أحد يعني من أهل السنة هكذا يفعل، لا، الذهبي عالم. طيب، فجزاه الله خيرا على التنبيه، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الذهبي عالم، ختمت بأن الذهبي عالم، مش عالم شيخ الإسلام، المحقق المدقق، تتهمه بهذه الصورة أنه من الغفلة، أنه لا يعرف كتاب النسخة الأصلية، هو الرجل في زمانه أو قريب من زمانه وأخوه من الرضاعة، يعني كتب كتابه وعنده كتابه الأصل. من يعني ترك النسخة الأصلية واشتغل بالنسخة المعدلة؟ وكيف هو ثقت بالسبكي؟ مرة تثق بالذهبي، ولما بيناك أن كلام الذهبي قلت إن صح أنه ليس كلام الذهبي وصار كلام السبكي. الآن ستثق بالسبكي مرة ثانية أن كلام محرف وحرفوه. طيب يا شيخ هات لنا نسخة في الدنيا، يلا، يعني أنت طالب علم الآن، ابحث لنا عن مخطوطة فيها الذي ذكرت أن في نسخة كانت، ما دام عندنا مجسمة وكان المجسم لا زالوا لحد الساعة ربما احتفظوا بكلام النووي أو نسخة المعدلة وراثيا التي ما فيها التأويلات. وكيف عرف الذهبي أنه قد تأول قليلا؟ يعني ترى جعلوا بعض التأويلات وتركوا البعض. والله ما تفهم الرجل كيف يفهم. يعني واحد الآن سيحذفون التأويلات النووي، وكيف عرف الذهبي أنه قد تأول وربما تأول قليلا؟ كيف تخرج منها يا محمد؟ طب أخرج لنا مخطوطة فيها النسخة المحذوفة منها التأويلات. إذا كان الرجل ما عنده كتاب صحيح مسلم سيصل المخطوطات التي فيها الكلام المعدل وراثيا كما زعم أحد غلاة الأشاعرة؟ متى كان هؤلاء شهود يثق بهم، يترك شهود أهل السنة العلماء المتوافرين أحياء وأمواتا الذين ينصون على إمامة النووي وعلمه وفضله وبيان أخطائه والرد عليه؟ ده واجب وحق، لكن دون التطاول عليه والسخرية به كما فعلت يا ابن شمس الدين. آسف على الإطالة، هذه في جزئية واحدة فعذرا. سنستمر إن شاء الله تبارك وتعالى في صرف الأوقات لله عز وجل في الدفاع عن أوليائه، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رد عن أخيه بالغيب رد الله عنه نار جهنم. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، ولا يكون فيها شيء من السمعة والشهرة والرياء، سائلا من المولى تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.